اهم بخير بسرعه شويه، سيدنا زمانه جاي. مش عارفه بالطريقه دي احنا مش هنخلص. يا عم بخير. ايوه يا بوش. ايوه تعالوا بسرعه عشان السجاده دي. يلا سيدنا على وصول. يلا يلا. أنا متشكر خالص على اليوم الجميل اللي قضيته معاكم النهارده في الكنيسة. كنيستكم طول عمرها معروف عنها التفوق في الأنشطة وفي الخدمة، الحاجات الجميلة اللي احنا شفناها النهارده. بس يا ترى بقى روح المسيح موجود جوه الكنيسة، موجود جوه البيت، موجود في الشارع، موجود في كل حياتنا؟ طبعا يا سيدنا، دي اهم حاجه انا وابونا مهتمين ان احنا نعلمها للناس. جميل جميل. يا ريت تكرر لنا الزياره دي تاني يا سيدنا. ربنا يدبر يا بنتي، قريب قريب جدا. كان يوم متعب جدا فعلا، بس كان حلو. بس الاهم ان سيدنا كان مبهور من استقبالنا ليه. نشكر ربنا. الحمد لله. نعم، عاوز مين؟ أنا واحد غلبان وعندي عيال كتير ومحتاج مساعدة، ممكن تساعدونا يا بنتي؟ هي البلد باظت من شويه، ما هو منك انت وامثالك تتجوزوا وتخلفوا من غير ما تفكروا هتعيشوا ازاي. روح اشتغل بدل ما انت عاوز تاخد فلوس على الجاهز. انت وامثالك عالة على المجتمع. انا مش عارفه انتوا عايشين ليه. روح اشتغل بدل ما انت بتشحت وانت عامل زي الحيطه كده. انت فين؟ يا بنتي أنا غلبان، مين هيرضى يشغلني وأنا بالسن ده؟ انت دورت على شغل وما لقيتش؟ الشغل على قفا من يشيل، ولا انتوا خلاص اتعودتوا تاخدوا على الجاهز من غير ما تتعبوا؟ روح دور على شغل بجد وبلاش حجج فارغه. كتر خيرك يا بنتي. بقول لك استنى. نعم يا بنتي. انت مسيحي مش كده؟ نشكر ربنا. طيب انا هسألك سؤال، لو جاوبت عليا انا هساعدك. اتفضل. الكتاب المقدس
في كام وصية؟ 11 وصية. 11؟ 11 ازاي؟ خليتهم 11 بمزاجك كده؟ يعني لا نافع ولا في شغل ولا في دين؟ لما تعرف عدد الوصايا ال10 كام يبقى تعالى. برضه انت؟ هو انا ما وريش شغلانه غيرك النهارده؟ أنا يا بنتي عرفت عدد الوصايا. عارف؟ طب كام؟ 11 وصية. تاني 11 وصيه؟ سألت مين انت عشان يقولك ان هم 11 وصيه؟ يا بنتي أنا قريتهم في الإنجيل ولقيتهم 11 وصية. قريت؟ انت عاوز تفهمني انك بتعرف تقرا في الانجيل؟ ما كانش ده بقى حالك. ماله حالي يا بنتي؟ صح، بتخبط على كل باب عشان يرموا لك لقمه. مش يمكن يا بنتي ربنا بعت لي ليه؟ عشان ترمي لي اللقمة. لا يجازيك على خير. طب اوعظ، انت عارف انا مين ومرات مين؟ انت لما مشيتش من هنا حالا هطلب لك البوليس. هو المسيح قال اللي نطلب منه تديله ولا تطلبي له البوليس؟ انت برضه بتتكلم عن المسيح؟ طب روح من قدامي بدل ما اطلب لك البوليس. عالم جبلات. مالك يا مريم؟ في ايه؟ ماليش، بس اللي بيحصل ده مش معقول. طيب واحدة واحدة، ايه اللي حصل؟ يا مريم فهميني، في ايه؟ في شحات بقاله كام يوم بيجي ويخبط على بابنا بمنتهى الرزالة. شحات؟ وليه جه هنا؟ وما راحش الكنيسة ليه؟ انا عارفة، وعموما انا ما سكتلوش، عطيته كلام زي السم. والغريبة انه بيوصيني يقول لي المسيح وصاني على اولاده، المسيح وصاني على كل شعبه. طب هو احنا قصرنا في ايه؟ انا عارفة. على العموم انا طردته وقلت له ما يجيش هنا تاني ابدا. يا عم بخير، يا عم بخير. ايوه يا موت، ايوه. تعالى بسرعة مش السكينة دي. يلا سيدنا على وصول. يلا. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. قبل ما أبدأ يا أحبائي عايز أقول لكم حاجة بسيطة. الكتاب المقدس، حد فيكم يقدر يقول لي في كام وصية بالظبط؟ ها؟ مين هيجاوب؟ 10 وصايا. الوصايا ال10. تمام. طيب محدش عنده إجابة تانية؟ ها؟ سمعوني إجاباتكم. الوصايا ال10 اللي استلمهم موسى النبي في لوحي الشريعة. من كام يوم يا أحبائي إنسان بسيط غلبان خبط على باب ناس المفروض إنهم ولاد ربنا، كان محتاج مساعدة، طلبهم وسألهم، وبدل ما يجاوبوه سؤاله سألوه هم سؤال تاني. عارفين السؤال كان إيه؟ نفس السؤال اللي أنا سألته لكم: كم وصية في الكتاب المقدس؟ 11 وصية. الكتاب المقدس في 11 وصية. أيوة، محدش يستغرب. كتير مننا فاكر إن هم 10 بس، لكن هم في الأصل 11 وصية. ازاي 11 وصية؟ مش عارفة. هو احنا نسينا إن المسيح قال وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا؟ بعد اذنك يا سيدنا،
الوصية دي مش جديدة ولا حاجة، لأن ربنا بيقول في العهد القديم حب قريبك كنفسك. لا يا حبيبي، الوصية الجديدة إن احنا نحب بعض زي ما المسيح حبنا. عارفين المسيح حبنا ازاي؟ المسيح ما قالش زي العهد القديم تحب قريبك كنفسك. المسيح حبنا أكتر من نفسه، عشان كده بذل نفسه من أجلنا كلنا على الصليب. يا ترى يا أحبائي احنا نقدر نعمل كده؟ نقدر نهتم بالفقراء ونحبهم، نحس بيهم وبأوجاعهم، نحس باحتياجاتهم، نهتم بيهم مش لمجرد الوجاهة الاجتماعية، نهتم بيهم لأن دي وصية. المسيح بيوصينا وصية جديدة. ربنا يسوع المسيح بيقول لنا وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا